سلام البنات، اليوم جبت لكم مملحة رمضانية بلا بات فيتي. تحضريها غير بالعجينة، تجي بزاف خفيفة وبحشوة دجاج قراف بنينة. هذه من اروع المملحات اللي ديروها في رمضان وبالخوف تحضروها. شوفوا مقادير وطريقة التحضير. انا بديت بالحشوة. ناخذ مقلاة ندير حوالي 3 مغارف كبار زيت، نضيف لهم دجاج مطحون وربع سنات غابي تاع ثوم وتوابل كيما سكنجبير وكمون وثوم غبره، ونحك شويه زعتره وتوابل الدجاج وفلفله حمراء حاره وشويه نتاع معدنوس، ونخلط حتى يتشرب كامل التوابل ويطيب. من بعد ندير عليه علبه تاع كريمه طازجه وفرماج الموديل اللي عندكم، ونحرك حتى تذوب بهذه الطريقه. وللعجينه نحتاج 2 كيسان فرينه، نضيف لها مغرف صغيره سكر عادي، ونص مغرف صغيره خماره تاع العجين، ونص مغرف صغيره خماره كيميائيه، ونحفر حفره ونضيف 3 مغارف كبار زيت ونص مغرف كبيره زبده طريه، ونبسس مليح. نحك براحه اليد بهذه الطريقه، ومن بعد نضيف نص مغرف صغيره تاع ملح ونشمخ بالماء حتى تلتم وتولي عندنا عجينه مطريه ما قاصحه، ونعجنوها حتى العجينه ترطب من الفوق. نطليها بشويه تاع زيت ونخليها ترتاح مده 20 دقيقه بهذه الطريقه. هادو لي مول نتاع السيكا اللي غادي ندير بهم يتباعوا في المحلات. روش بلونتي طرافاي، نحط العجينه نبسطها بالحلال، ما لازمش نغلظها، نرققها مليح ونقطعها شرائط. لازم تكون كاع متساويه. بعد ناخذ مول ونلويها على المول بهذه الطريقه، وبالبياض البيض نغلقها في الاخير. عاودت لكم حبه واحده اخرى. نضرب حبه بيض ونطلي ليمون تاعنا ونرش. انا رشيت بالججلان الابيض والاحمر وندخلها الفرن درجه حراره 180 درجه كي يحمروا. نحيهم ومن بعد نديمو ليهم من المول. شوفوا كيفاش يجوا ولا اروع. نعمرهم بالحشوه اللي درناها، مكاش اسهل منها، تتعمر غير بالمغرف بلا بوش يساعدوك باسكو لي مول كبار. سيقار دجاج حاضرين بحشوة اقتصادية سهلين ماهلين، من اروع المملحات. الا عندك الضياف ولا عرضة وصفة روعة. نتمنى تجربوها وتحطوا لي رايكم في التعليقات، ونشوفكم في وصفة اخرى من وصفاتي. سلام.